عاجل وفاة رئيس الزمالك المستشار أحمد البكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي منذ قليل المستشار أحمد البكري رئيس نادي الزمالك متأثرا بفيروس كورونا في مستشفى العجوزة بالجيزة، وقامت نجلته بنعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، بابا في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، يا رب طاب منامك الطويل، ورحم الله جسدك الذي امتلأ طهرا وغاب عن الدنيا، لن أنساك ولن تلهيني مشاغل الدنيا. الجدير بالذكر أن المستشار أحمد البكري قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور. تولى المستشار هشام إبراهيم إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت بعد وفاة المستشار أحمد البكري رئيس الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، لحين اختيار رئيس نادي جديد من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. وكان إبراهيم نائب اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة الجارية، وينتظر أن يعلن وزير الرياضة أشرف صبحي رئيسا جديدا لنادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.